السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، سيكون في بداية هذا الشهر يعني 12 و13 ديسمبر هناك حملة جمع تبرعات لصالح جمعية التربية والتعليم الواقعة في مدينة زايس في هولندا، وذلك بإشراف مركز الوسطية في روتردام. وسيكون هذه الحملة على البث المباشر. أيها الإخوة الكرام، فلأننا الأيغور والتركستانيون جالية صغيرة هنا في هولندا، تقدمنا إليكم للحصول على مساعدتكم. ولمن لا يعلم من هم الأيغور، إن بلاد الأيغور الواقع تحت الاحتلال الصيني، محتل من قبل الصين منذ 70 سنة. نحن منذ ذلك الحين إنه تحت الاضطهاد الصيني. فلعلكم شاهدتم وسمعتم على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يجرى على المسلمين في تلك البلاد من عذاب وتنكيل لهم ليرجعهم عن دينهم إلى الشيوعية. أيها الإخوة، فمن ذلك البلاد نحن أتينا إلى هولندا فأسسنا هذه الجمعية المباركة. فهذه الجمعية إن شاء الله سيخدم للمسلمين جميعا وللجالية التركستانية خصوصا. أيها الإخوة الكرام، كما قلت سابقا، فلأننا جالية قليلة تقدمنا إليكم للحصول إلى مساعدتكم، فلا تبخلوا معنا. فبجانبي يوجد رئيس الجمعية شيخ عبد الرحمن عبد الله. شيخ عبد الرحمن عبد الله، ما هو احتياجات الجمعية بالتفصيل؟ نعم، أولا أسلم على المشاهدين الكرام. شيخ عيسى، كما تفضلت أن هذا المبنى قد اشترينا 600,000 يورو، وعلينا ديون الآن 300,000 يورو متبقية، وتصليح المبنى داخليا لكي نعطي النشاطات والخدمة للجالية الأيغورية أو المسلمين. هنا يحتاج أيضا 400,000 يورو، ومبنى كبيرة جدا، ولأن الأنشطة تتطلب لهذا، فلذلك نطلب من الإخوة المسلمين يتعاونوا معنا لسد هذه الديون، وأيضا لتصليح هذا المكان، لأن المسلم أخو المسلم، وأيضا المسلمون كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فلذلك نطلب من الإخوة أن يتعاونوا معنا مرة واحدة في هذا المجال حتى ننقذ أنفسنا من هذه الديون، وأيضا من تصليح هذا المكان، ونتقدم ونرتاح نباشر للخدمة بالراحة. فلذلك كما تفضلتم يوم 13 ديسمبر هذا الشهر ننتظر الجميع للمسلمين كلهم أن يشاركوا معنا ويرسلوا هذا الرسالة لكل المسلمين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.